السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد بقى. خلاص ننزل بقى حاجه حلوه، بقالنا يومين بناكل في اكل عادي. لا مش هينفع الكلام ده كده، كفايه عليكم. انا بحب اعمل حلويات كتير بصراحه. هنا هنعمل مع بعض جاتو. تمام كده. طيب انا مع اول حاجه عملتها خالص ان انا معايا عدد 6 من البيض، وعليهم نص كوبايه من الميه، وعليهم السبونج على حسب ما انت حابه بقى. ابيض شوكولاته زي ما انت حابه. تمام كده. نص كيلو يبقى نص كيلو عليه نص كوبايه ميه، وستة عدد بيض، ورشه خفيفه من الفانيليا. هقلب بس تقلبتين كده علشان ايه ما يعملش يعني في الوش يعني وكده. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، هخلي بقى يلف في العجان كده لفتين بقى 3 4 10 لحد لما يوصل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هنجيب بقى معانا صاج 30 في 40، او على حسب بقى اللي عندك. ان انت ممكن تقسمي بقى، لو هتعملي صينيه عادي خالص وتقطعي منه، هتعمليه التورتايه زي ما انت حابه، بس هو ده المقدار يعني النص كيلو. تمام كده. انا هعمل صاجين، يعني هعمل الصاج ده وبعد كده هعمل واحد كمان، لان انا هعمل طبقتين فوق بعض وانا عايزاه كبير كده. انت ممكن تعملي صاج واحد وتقسمي الصاج ده نصين وتحطي الطبقتين على بعض. تمام كده. يعني يا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه. يعني ممكن تعملي صاج زي ده كده وتقسميه بالظبط كده بمقاس مسطره كده، تظبطيها وتقسيه بالنص وتحطي الاتنين على بعض، وتبتدي ان انت تبقى معاكي مثلا بتاع يعمل لك 12 قطعه مثلا. تمام. هنا بقى طبعا بعد ما خلصت الصاجين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده معايا هنا، ده نسكويك بميه عادي جدا. نسكويك وميه بس. عايزه تعملي شربات مفيش مشكله، بس انا قلت بقى طالما شوكولاته يبقى خلاص، يبقى ندخل بقى النسكويك كده معانا ونسقي الكيك بتاعنا بالشكل ده. هو مش محتاج يتسقي خالص، لان طبعا هو هش جدا، وغير كده كمان هو مش بياخد وقت خالص خالص في الفرن غير التورته. التورته لو بتعمليها طبعا بتاخد مثلا بتاع ساعه، ساعه الا ربع، لكن ده بصراحه ما خدش وقت خالص خالص. تمام. معايا بقى الكريم جانتيه. طبعا كلنا بنعرف نضرب كريم جانتيه عادي خالص. زي ما انتوا شايفين كده يطلع معايا كريمي بالشكل ده، وانا حاطه عليه شوكولاته. تمام. جناش اللي هو صوص الجناش ده عشان يديني برضو لون الايه الشوكولاته شويه. تمام. بالشكل ده كده انا بحب احطه في كيس، بحيث ان انا تبقى يعني كلها سوا واحد. لما بتيجي ممكن تعملي كده على طول بالمعلقه او باي حاجه، بتبقى حته عاليه حته واطيه، لكن كده بتبقى كلها سمك واحد. وهتشوفوها دلوقتي هعملها كده بالمعلقه اهي بالشكل ده. اهي بصوا، تحسي خلاص انت خلصتيها خلاص، فما بتاخدش وقت. فدي اسهل لك، يعني لو انت اول مره تعملي حاجه فدي اسهل حاجه انك انت تعملي بالطريقه دي. تمام كده. هنجيب بقى الايه الطبقه التانية اللي احنا عملناها بقى، عملتها انا بقى بره التصوير بحيث ان انا ما اطولش عليكم. تمام. اهي بالشكل ده في نفس الصاج. يعني انا كان عندي واحد تاني بس قلت عادي كده كده لما هيطلع هشيل له الكيك منه وهعمل واحد تاني، فهي اهو بالشكل ده كده. حطيت الاتنين على بعض بس بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وهنسقيها برضو. لو انت مش حابه ان انت تسقي الكيك مفيش اي مشكله، هو اصلا مش محتاج بصراحه، بس انا بحب ايه اديله كده طعم يعني. تمام. اهو بالشكل ده كده. وهجلس بقى عليها الكريمه كلها بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه ده. تمام كده. بس اسويها كده واظبطها. وطبعا عشان تسويها وتبقى ناعمه معاكي من على الوش، باي بخاخ ميه، اي بخاخه عندك بتاعه مطبخ، بتاعه الاكل يعني بتستعمليها في المطبخ يعني، اديها رشتين كده على الوش وجلسي، هتلاقيها ناعمه جدا وبتنعم معاكي بسرعه. تمام. انا هنا ما كنتش لسه جبت البخاخ بصراحه. انا كده قعدت عماله اعمل فيها، فقلت طب انا اتعب نفسي ليه، طب ما انا اجيب البخاخ واعمل بيه على طول. صراحه عملته وطلع مظبوط وزي الفل. تمام. بخاخ ميه وتجلسي هيبقى معاكي حلو جدا جدا جدا. تمام كده. بعد ما هجلسها هعمل ايه بقى؟ هي دي اهم خطوه، انك انتي تحطيها في الفريزر بقى تسقع شويه وتمسك نفسها في الفريزر مش في التلاجة. تسيبيها شويه بتاع ساعه ساعتين كده. هنا سبتها شويه طبعا بعد ما جلستها وسويتها بقى زي ما قلت لكم. هجيب معايا بقى سكينه كده اللي هو المنشار ده، ومعايا ميه مغليه. لازم الخطوه دي لو ما عملتيهاش هتبوظ منك. ميه مغليه، وقبل ما تقطعي اي حاجه تحطيها في ميه مغليه. هنا شايفين اهو شفشه اهو معايا حاطه فيه ميه مغليه، وبنزل فيه اهو بصوا بالسكينه اقطع جزء، وبعد كده بشيل. انا هنا بساوي طبعا الطروف دي ما اترمتش، هي اتاكلت.
اهو حطيته في ميه مغليه، اعمله بس من الميه كده، مش بمسحه، انا بنطره بس كده من الميه واقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا عشان بتدينا سوا حلو جدا، ما بتحطش الكيك على الكريمه على بعضها، بتظبط زي ما انتوا شايفين كده. بصوا تحسوها معايا عامله زي المسطره، ما فيهاش اي حاجه، مفيش حته كيكه متعصه كريمه ولا الكلام ده. فلازم خطوه الميه المغليه. هنا بس كده ايه، قسمت كده، عرفت انا هقطع ازاي. وبرده ميه برده قبل، انا كل شويه بعيدها لكم لان دي اهم خطوه. وتكون الكيك معايا ساقع، ما يكونش طبعا سبتيه بره وكده. هو الجو كويس يعني، هو قعدت ساعتين كده واشتغلت فيها. طبعا لو بتعمليها في الحر لا، هتقعد قعديها كتير عشان تقدري ان انت تطلعي القطعه سليمه مش متبهدله منك. هي عايزه صبر شويه، لكن هي سهله، هي سهله خالص، بس هي عايزه صبر ان انت بتعملي كل حاجه على فترات. كل حاجه بتديها راحه. يعني انا بعد ما هقطع كده هشيلها تسقع شويه كده. يا رب انتوا شايفين بقى انا بتكلم، بس انتوا شايفين انا بعمل ايه. انا كده برضو بساوي التقطيع بتاع القطعه بتاعتي على حسب بقى، عايزاها ارفع، عايزاها اتخن، عايزاها اكبر، عايزاها اصغر، على حسب ما انت عايزه. ديت الصينيه دي عملت معايا 24 قطعه. طبعا ما شاء الله حلوه جدا جدا. شوفي دي لو انت هتجيبيها من بره، هتجيبيها من بره بكام دلوقتي في السعر دلوقتي؟ شوفي هتجيبيها من بره بكام. عملت معايا 24 قطعة حلوة جدا. ولو هتعملوها زي ما انا ما قلت لكم كده، صينية اللي هي صينية واحدة وتحطوا الطبقتين على بعض، برضو ممكن تعمل لكم بتاع 12 قطعة كده، 11 على حسب تقطيعكم انتوا بقى. تمام. سبت بقى دي عريضة شوية عشان قلت هعملها ايه، اللي هي القطعة اللي هي المثلثة دي، هتشوفوها معايا برضو بتبقى شكلها حلو وتبقى تغيير يعني. اهي بالشكل ده كده عريضة شوية، ونقطعها كده بالزاوية دي زي ما انتوا شايفين. حلوة جدا وشكلها بيبقى حلو قوي. عايز تقطعيه كله كده براحتك، عايزة تقطعي اصغر برضو انتي حرة بقى. تمام. هشيلها بقى تسقع برضو. وهجيب معايا بقى الجناش، انا عملته قبل كده معاكم في تورتايه متهيألي كانت تورتة الفاجي متهيألي، ارجعوا للفيديو هتلاقوها. تمام. جبت بقى قطعة الجاتو كده معايا، حطيت على اي حاجة معلقة عندك، اي حاجة بالشكل ده، وهنزل عليها بالايه، بالصوص الجناش زي ما انتوا شايفين. طبعا الجاتو لازم يكون ساقع، عشان برضو زي ما بقول لكم لازم كل خطوة تسقعيه علشان الجناش يمسك عليه اول ما تعمليه وما يتعبكيش. تمام. اهو بالشكل ده. وكمان الجو برضو حلو، فده مساعدني شويه، لكن هو في الحر بصراحه ممكن ابيته تاني يوم اشتغل فيه، لاني لازم يبقى ساقع جدا. هنا معايا بقى اللي هي القوالب اللي هي بتاعت الكب كيك، الكيس ده. تمام. بس ما كانش عندي كتير بصراحه، حطيت في جزء منه وخلاص، والباقي حطيته عادي كده انه اتاكل يعني. زي ما انت بقى لو هتاخديه عند حد تكوني عامله حسابك وجايبه الورق ده، بيبقى شكله حلو جدا، مش هيعرفوا ان انت اصلا جايبه الجاتوه من بره خالص، هيقولوا ان انت عاملاها في البيت. مش هيعرفوا ان انت عاملاها في البيت، هيقولوا ان انت جايباها من بره. طبعا عارفه في واحده كده ايه، اختي بصوا متابعاني، اي كلمه اقولها اتلخبط فيها، بصوا مش سايباني. والله ما سايباني. تبعت لي ده انت قلتي كذا، ده انت قصدك مش عارفه ايه، بص فظيعه والله فظيعه. انا عارفه انها هتشوف الفيديو ده وهتقعد تضحك، بتقعد تعيد الفيديو على اللي انا اتلخبطت عليه وتتصل بيا تسمعهوني، يعني مركزه معايا بطريقه لا تتخيل. عايزاني ما اتلخبطش، اقول كل حاجه زي ما هي معايزه. بجد انا بضحك لان هي يعني بصوا مش قادره اقول لكم والله. المهم، هنا خلصت بقى الصوص الجناش الشوكولاته. هنا برضو رحت عامله كده بقى ايه، فتحتها شويه، كان عندي شوكولاته بيضه، حطيت شوكولاته بيضه على شوكولاته غامقه، وحطيت عليها سوداني زي ما انتم شايفين كده مكسر. عندك بقى مكسرات زي ما انت حابه يعني، بس ده اللي كان عندي. رحت مكسراه كده، وعملت برضو قطعه كده بالسوداني كده، شكلها حلو جدا، وعايزه اقول لكم طعمها تحفه بجد. انا اصلا بحب السوداني بصراحه، فبحب السوداني في طعم الحاجه يعني، ممكن احب السوداني على المكسرات كمان. اهو بالشكل ده كده هننزل عليها برضو. انا هنا طبعا مسرعه الفيديو عشان ما تقولش ان انا شغاله كده ايه السرعه دي، لا انا مسرعه الفيديو طبعا.
تمام. كل اللي انا بخلصه ده بشيله في الفريزر يسقع شويه. يعني هنا ده طبعا سقع شويه، فاللي هي اول حاجه عملتها، فقلت خلاص اجيبها كده ازوقها معاكم عشان انا اخلص بقيه الكميه، لان لو انا صبرت بقى وعملت كل الكميه دي معاكم هيطول عليكم كتير. هنا معايا بقى الايه الكريمه اللي بقيت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، زودت عليها برده شوكولاته علشان تبقى اغمق. ومعايا بقى ايه، كان عندي شوكولاتايه كده ما حدش عايزها، رحت مقطعاها كده ورحت ايه حطاها. اي تزويق بقى انت حباه، عندك فراوله حطي فراولايه، عندك اي حاجه حطيها. انا كان عندي الرسومات اللي هي بتاعه الشوكولاته ديت اهي زي ما انتوا شايفين كده، عملتها بشوكولاته خام صافي خالص من غير اي حاجه خالص، ونزلتها برضو عليها بالشكل ده اهي. وعندي الريشه دي برضو رحت عاملاها برضو ونزلتها. يعني انا ما اشتريتش حاجه على فكره، يعني التزويق ما جبتش اي حاجه، كل التزويق كان عندي، لكن الكيك بقى والحاجات دي اللي انا جبتها. وزي ما انتوا شايفين كده الكميه ما شاء الله تحفه، والشكل فظيع. طبعا السرعه في الفيديو لا تتخيلوا، لكن انا قعدت فيه بتاع يعني 5 ساعات كده ولا حاجه كنت بعمله، لاني طبعا قاعد يسقع واستنى عليه والكلام ده على ما الم الدنيا حواليا كده. يعني زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تحفه. عملت 24 قطعه بس في واحده اتاكلت. بس عايزه اقول لكم جميل جدا جدا، والسوداني ده خطير. تمام اهو بصوا الشكل عامل ازاي، فظيعه بصراحه فظيعه. والمثلثه ديت جميله جدا، كان عندي كريز حطيتها. زي ما انتوا شايفين التزويق بقى اللي انتوا حابينه، يعني مش عايزين تحطوا حاجه خالص وتسيبوها ساده سيبوها، عايزين تحطوا شوكولاته مبشوره كده حطوا. بس عايزه اقول لكم طعمها بجد خطير، ما تعرفيش ان انت عاملاها في البيت والله. يعني اللي يدوقها يقول ان انت جايباها جاهزه من بره. يا رب تكون بقى وصفتي عجبتكم، واستنى منكم تعليقكم الجميل، واستنى اللايك، لاني بجد تعبت في الفيديو ده جدا، لاني قعدت صبرت بقى وشدت اعصاب وعايزه اخلص وعايزه انام وبصوا كل حاجه. فهستنى رايكم وهستنى تعليقاتكم الجميله، وتشجعوني كده بكومنت حلو علشان اقدر ان انا انزل لكم تاني وانزل وصفات احلى واحلى. ولو عايزين اي وصفه ولا اي حاجه قولولي، وان شاء الله اعملها لكم باذن الله. وطبعا هستنى تقولي ايه رايها. استنى تقولي رايها على الفيديو. طبعا اتلخبطت ولا ما اتلخبطتش، قلت كلمه ضايقت مع عليها ولا لا، لان طبعا زي ما بقول لكم ما بتسيبنيش خالص. فانا طبعا هستناها اول ما انزل الفيديو، انا عارفه انها تتصل وتقولي ايه اللي عجبها وايه اللي ما عجبهاش. تمام. بس كده هفتح معاكم واحده برضه، هاكل معاكم واحده واوريكم ايه شكلها من جوه عامل ازاي. انا بطلع كده اللي هي بالسوداني، بصراحه كنت عايزه ادوقها. انا كنت ممكن افتح اللي بالشوكولاته كده وبتاع، لكن انا لا، كنت عايزه ادوق ديت معاكم اهي. عايزه اقول لكم تحفه، شكلها جميل جدا، جميله جدا، والتزيين بتاعها هادي بصراحه. يعني محبتش ان انا اافور في شكلها. يعني بصوا طريه كده وجميله. طبعا سبتها تهدى شويه لانها كانت ساقعه بقى، فخدت من الايه من الجزء اللي هو اللي هادي شويه اللي كان طالع بقاله شويه، لاني طبعا زي ما انتم عارفين انا بقول لكم ان انا بسقع كل حاجه. تحفه بجد. هنا بقول لكم فظيعه جميله جدا، وهشه كده بصوا طريانها كده وانا بقطع حلوه قوي قوي قوي. والكريمه طعمها تحفه. عايزين تجيبوا كريمه نظيفه هاتوا كريمه المتحده، ما تجيبوش اي نوع تاني. بجد انواع التانية انا جربتها مش حلوه خالص، وزي ما انتوا شفتوا معايا في فيديوهات فاتت. لكن المتحده دي نظيفه، هي غاليه بس نظيفه. هنا بقول لكم بقى بجد تحفه، جربوا وما تقولوش بقى لا ده متعب وهنقعد كتير والكلام ده، لا جربوا زي ما قلت لكم كده صاج واحد. تمام. اقول لكم سلام عليكم، اشوفكم على خير.